الحبايب مساء الخير. اتأذيت جدا وزعلت لما شفت الأستاذ صبري عبد المنعم وهو بيتكرم في مهرجان نقابة المهن التمثيلية على كرسي متحرك وحالته الصحية مش ولا بد. أنا عايز أقول لكم، أنا من حوالي مثلا أسبوعين 3 وأنا بشوف الأستاذ صبري عبد المنعم بيطلع لايفات على التيك توك. أنا ما بتفرجش على اللايفات أساسا، ولكن بالصدفة شفته والله مرتين 3، آخرهم امبارح وهو قاعد بيتفرج، قاعد طالع لايف على التيك توك وبيتكلم مع الجمهور والكلام ده كله، وهو رجل مؤدب وخلوق جدا جدا وبيتكلم بكل احترام وبكل حب ومودة والكلام ده كله. ولكن يعني لايفات التيك توك ما تلقلوش، الا ان اكيد ما عملش كده مثلا علشان يعني يجمع الجمهور، اكيد لاسباب، ممكن يكون لاسباب ماديه. الاستاذ صبري عبد المنعم انا راجل انا بحبه جدا، اقسم بالله جدا، ولكن الراجل ده اتكحول كده في اكتر من مصيبه واتنصب عليه في شقه عمره وفي فلوس اللي هو كان مجمعها، والدنيا يعني جت عليه في الفتره الاخيره دي ما فيش بعد كده. والحكايه باختصار شديد جدا، هو الراجل كان شغال والدنيا تمام وماشيه يعني فل حلو، وهو تعب وتعب جدا وعمل عمليه كبيره في القلب، وبعد كده دخل في مراحل علاج كتيره جدا استنزفت تقريبا يعني اكتر من 80% من اللي كان مدخره للزمن. وكان عنده حته شقه في المقطم، والشقه ديت هي الحاجه الوحيده اللي كان شايلها لاولاده للزمن، ولكن يبدو ان هو احتاجها في مرضه. فهو بيقول والكلام على لسانه وانا مصدقه جدا، كان في واحد بالنسبه له معرفه، مش صديق مقرب ولكن معرفه، يعني بيسأل عليه كده ومش عارف ايه وبيزور والكلام ده كله، وكان بقاله كام شهر يعني الراجل ده قريب منه. استاذ صبري عبد المنعم في مرضه كان عايز يبيع الشقه، فهو راجل مريض قاعد ما بيتحركش، فيعني ائتمن هذا الرجل اللي هو المعرفه ده، واللي هو كان يبدو عليه الصلاح وان هو راجل طيب ومحترم وجدع والكلام ده كله، وبيروح يزور الاستاذ صبري عبد المنعم في المستشفى ومش عارف ايه، وداخل بقى اكيد بقى بشويه هدايا والكلام ده كله. المهم فقال له يا فلان انا عايز ابيع الشقه. قال له ماشي اديني يا استاذ صبري، بس يعني ايه كام يوم كده وانا ايه هروح. استاذ صبري بيقول غاب حوالي 10 ايام اسبوعين كده ورجع لي قال لي ده انا لقيت زبون يا استاذ صبري، شركه بقى خليجيه عايزه تشتري الشقه دي، الشقه دي كانت في المقطم. فقال له طيب يا ابني كويس ماشي. قال له اديني بقى الاوراق والكلام ده كله والعقود علشان نتاكد منها ونوريها للشركه. فبيقول طيب، ورحت مديله العقود والكلام ده كله. بعدها بيومين قال لي يا استاذ صبري تعالى بقى ننزل البنك علشان ايه، نروح نديك فلوسك وايه ونبيع الشقه. فبيقول انا كنت مريض، خدوني وشالوني وودوني البنك، وادوني ساعتها شيك، والشيك ده يعني قابل للدفع. واحنا في البنك ساعتها البنك قال للاستاذ صبري تمام الشيك يعني ظهر عليه ان هو تمام، ولكن لازم يدخل حاجه زي مراجعه او ان احنا يعني نراجعه ونشوفه ايه سليم ولا مش سليم والكلام ده كله، والموضوع ده بياخد حوالي 45 يوم. فساعتها استاذ صبري بيقول الناس اللي هو كان جايبهم حوالي 3 4 اللي هم عشان يشتروا الشقه شكلهم كويس وهو راجل انا اعرفه. فقلت يا عم ماشي مفيش مشكله عادي، يعني وقت ما يجوا انا مش محتاج الفلوس دلوقتي، عادي شهر شهرين عادي. بقول طلعوني من البنك ورحنا على ايه، على الشهر العقاري عشان اتنازل. ورحت فعلا الراجل بتاع الشهر العقاري انت قبضت فلوسك يا استاذ صبري؟ اه طبعا يا فندم ده انا قبضت فلوسي واديت الشيك للبنك على اساس ان هو يحصله. تمام يا استاذ صبري اتنازل. عدى شهر البنك كلم الاستاذ صبري، استاذ صبري الشيك فيه مشكله، الشيك ده فيه مشكله. ازاي يا جماعه؟ فيه مشكله مش هتصرف. يا نهار ابيض، والله العظيم. ساعتها قال انا اكتشفت ان انا الشقه ضاعت مني وانا اتعرضت للنصب من الراجل اللي كل عيش وملح في بيتي، والراجل اللي انا امنت له، والراجل اللي هو خلاص اخر فلوس معايا وشقه عمري وتحويشه عمري خدها وانا محتاجها لعلاجي، وانا راجل مريض قلب فاتح صدري ومع عامل عمليه في قلبي ونايم في البيت ما بتحركش ومش قادر اشتغل، وهو ياخد فلوسي ويستحل عرقي. ساعتها بلغ وما اعرفش ايه والكلام ده كله، والجهات الامنيه بدات ان هي تجيبه وفعلا قبضوا عليه، والموضوع كان ماشي فيه ايه اجراءاته القانونيه. الاستاذ صبري انا عارف ان نقابه المهن التمثيليه بتعمل اللي عليها،
قدر المستطاع وفقا لامكانياتها، انا عارف ده كويس. لكن ارجوكم لو اي حد من اللي بيسمعني من المخرجين او حتى النجوم الكبار او المنتجين ويقدر ان هو يدعم الاستاذ صبري مهنيا بقدر امكانياته الصحيه، ارجوكم اعملوا كده. انا عارف والله العظيم في ناس كتير جدا جدعان ومحترمين، وانا حكيت الموقف ده لانه والله يعني انا عايز اقول لكم انا تأذيت وزعلت جدا لما شفته في اللايفات بتاعت التيك توك، وتأذيت لما شفته وهو طالع بكرسي متحرك وهم بيكرموا. ربنا يا رب يشفيك ويعافيك يا استاذ صبري ويكرمك ويعطيك من فضله، لانك انت راجل محترم. شكرا جزيلا.